الأهلي يجهز نفسه لمرحلة ما بعد محرز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعيني الأعزاء. قبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نبدأ الفيديو. نال الدولي الجزائري رياض محرز راحة ل4 أيام كاملة استغلها لاسترجاع الأنفاس وزيارة إنجلترا، أين ظهر قبل ساعات في تدريبات ناديه السابق مانشستر سيتي، قبل أن يندمج نجم المنتخب الوطني مع تدريبات أهل جدة من جديد، ويبدأ مرحلة الجد قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد 2025-2026. وبعد خوض العديد من المباريات الودية في ثلاثة بلدان أوروبية مختلفة هي النمسا وإيطاليا وأسبانيا، عاد رفقاء محرز إلى المملكة العربية السعودية ليستعد بطل آسيا لخوض المباراة التحضيرية الأخيرة يوم الجمعة القادم ضد نادي الرياض، ثم يشد الفريق الرحال نحو هونغ كونغ. ويفتتح الأهلي موسمه بمواجهة القادسية يوم 20 أوت الجاري في نصف نهائي كأس السوبر السعودي التي تستضيفه هونغ كونغ. ومع اقتراب انطلاق الموسم الثالث الدولي الجزائري بألوان النادي السعودي، يبدو بأن هذا الأخير يفكر في المرحلة القادمة والتي سيفتقد خلالها خدمات نجم السيتي السابق، حيث ذكرت صحيفة الرياضية بأن الألماني ماتياس ياسلا مدرب الأهلي طلب التعاقد مع لاعب أجنبي يمكنه اللعب في منصب محرز. وحسب الصحيفة فإن ياسلا يريد لاعبا قادرا على شغل منصب جناح أيمن بجانب لعبه في مناصب هجومية أخرى، إذ يتفاوض النادي بالفعل مع لاعبين مختلفين في انتظار حسم صفقة اللاعب المطلوب. ويعيد السبب رؤاء هذا الطلب إلى تجهيز الفريق نفسه للمرحلة التي سيغيب فيها نجمه الجزائري عند مشاركته في بطولة كأس أفريقيا التي تجرى خلال الفترة بين 21 ديسمبر و 18 جانفي القادمين. ويبقى محرز مرتبطا ببطل آسيا لموسمين آخرين، حيث وقع عقدا مدته 4 سنوات كاملة لما وصل إلى المملكة العربية السعودية. شاركوني رأيكم في التعليقات، والسلام عليكم.